شوف ما الفرق بين الملك محمد السادس وعبد المجيد تبون مثلا. لا ينسى الجزائري ابدا، لا تنسوا ابدا ان غازكم يذهب الى الكيان الصهيوني مقارنه بالشعب المغربي الذي نظامه مطبع. اول شعب خرج في العالم العظيم ان الشعب المغربي مرمطكم، اهانكم، قزمكم، فضح مسألة ظالمة أو مظلومة معه، فضح تغنيكم. ما الذي يضمن لتبون أن هذه المظاهرة لا تخترق ويتم الذهاب بها إلى المرادية وكذا يأخذ تبون راسه وشريحة؟ حتى البلارج دخلته شهيد، حتى اللقلاق دخلته شهيد، حتى الشجرة المقدسة شهيدة والحجرة شهيدة. ما لك أنت؟ أنا أحترم الملك محمد السادس صراحة، أنا أحترمه على الصعيد الشخصي، أنا لا أحترم تبون. أشكر الأخ أسعد الشرعي، هذا السيد اللي أحبه من قلبي حقيقة، وكنحبه بالمبادئ ديالو في الحقيقة. واحد الإنسان اللي نزيه في الحقيقة مهما اختلفنا معه في بعض الأمور. عندي سؤال واحد للأخ أسعد، ربما واش في المشكل اللي بينك وبين بعض المتكتكين المغاربة، واش زعما ممكن من بعد يكون شي مصالحة بينك وبين بعض المغاربة واللي ربما راهم معروفين على رؤوس الأصابع اللي كانوا ديجا من شحال هادي، زعما واش كانت شي مبادرة صلح ديجا، واش يمكن تكون من بعد فقط؟ وشكرا. والله يا أخي الحبيب، الأولى هو أن تتم مصالحة مغربية، أما أنا مو مشكلة، عادي كما تسمونني براني، مو مشكلة إذا أنا اختلفت مع المغاربة، أنا واحد من خارج البلاد. عليكم أن تتحركوا أنتم لإيجاد مصالحة مغربية. المغاربة يسبون بعضهم، المغاربة يليقون في أعراض بعض. المغربي اليوم يقول لك يا أمك يا أختك بمجرد أن تختلف مع، طبعا أنا أتكلم عن مغاربة التيك توك وليس كلهم، وإنما ظهرت مجموعة هم كالكلمة الذي يرددونها أنتم تعرفونها بالأمازيغية، مما لا يذكر كما قال الحسن الثاني رحمة الله عليه. هؤلاء أنتم أولا ادعوهم أن يتصالحوا مع أنفسهم أولا، وثم بعد ذلك صالحوا ما بين المغاربة بأنفسهم، صالحوا بين المرأة المقذوفة مع من قذفها. أما أنا أتصالح ما تصالح ما إيش ممكن يقطعوا علي الصرف مثلا، ولا ممكن يقطع علي المرتب، يروح في 60 داهية. صالحني ما صالحني طريقة سد ما ترد. يعني أنا متعود على مسألة الحملات والتجني علي من اللئام، أنا متعود عليها من أبناء جلدتي اليمنيين، بعضهم معنا بوليزاريو في جنوب اليمن، شوية ناس من المجلس الانتقالي البوليزاريو نسخة اليمن، شوية شيعة لو يلقوني يأكلوني أكل، فما بالك أن يجي لي مغربي من هنا يتجنى علي. لا عليك أخي مني. وصل الأمر بأن مغربي يطلع في اللايف، سد المايك يا أخي سد، مغربي من مغاربة التيك توك للأسف الشديد، وطبعا التيك توك المغربي في أسوأ حالاته. وأنا في اليوتيوب اليوم طالبت إما من الحكماء أن يلموا هذه المهازل والمساخر التي تتم، أو أن تتدخل الجهات الرسمية لإيقاف هذا العبث. يعني أن يطلع واحد يتفاخر ويهدد أخيه المغربي ويقول له أنا صورتك مع مرتك في السوق، وإذا لم تفعل وتفعل سأنشر صورة زوجتك. شوف، ووصل الأمر بأن يأتي أحدهم ويتكلم مع مرأة في عمر أمه، مرأة درويشة مسكينة ما لها لا في العلاقات ولا في شيء، مسكينة بسيطة بريئة، ويتصل بها ويستدرجها ويستخرج منها ما يريد، ثم بعد ذلك ينشر مكالمتها في اللايف. انظروا إلى أين وصل الانحطاط، ما وصلوش حتى التبونيون إلى ما وصلكم. فلا تبحثوا عن مصالحتي، أنا لا يهمونني جاءوا ذهبوا، أنا أتكلم مع مغاربة الواقع الذي كنت بينهم قبل شهر، وعشت معهم وسافرت معهم ودوست معهم. أما مغاربة المواقع، المحترم سنحترمه وغير المحترم لن نعطيه حتى دقيقة من أننا نلتفت إليه، لأنه شغل عيالات كما تقولوا أنتم، ولا يهمني الأمر. شكرا اللي بعده. شكرا أستاذ أسعد. طيب الأخ عماد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخ أسعد، أنت قلت بلي راهم في لندن تلاحوا لي 4 من الجزائريين. أنت مهدور الدم تاعك في الجزائر، لأن الجزائر بلد الشهداء. هذا يحرض يا أخي، نزلها الزبالة، نزلها زبالة تحت. نريد أسئلة طبيعية محترمة تحت. طبعا تفضل يا أخي الحبيب. الأخ اللي تفضل. السلام ورحمة الله. حياك الله. أولا سؤال لك، أنت صاحب البث اليمني،
مرحبا هذا تفضل. هذا السؤال نزل الأول. هذا نزله تحت. خلي عادي يسال، لا مو يسالني انا يا استاذ اسعد، خليه استسمع. يدي رايه. ايش سالفه لا، ليش هذا نزل ينزلني على يا كيف أخي؟ امك يا سعد يا خليه أبو يدي سند. رايه. عيب يا أبو عليك، سند. عيب ليه؟ نزل وزنك. هذول السفهاء، نزل السفهاء. طيب نزل. لا، يا ليش حبيب عندك ينزلني يا سؤال أخي؟ تفضل اسال عادي يا استاذ اسعد، استسمحك انه اسال هذا. تفضل يا حبيب تفضل. السؤال الأول يا أخي، أنا حضرت في البث تاعك بالأمس، أنت قلت أنه أسعد شرعي لا يمثلون كيمنيين. نعم. صح اولا ولا؟ لا تقولني ما لا اقول، اعطيني الدليل تفضل. كيف؟ اعطيني الدليل تفضل. كيفاش أعطيني الدليل؟ كنت سمعتك بوذني أنا، كيفاش نعطيك الدليل؟ لا لم تسمعني باذنك وانت تكذب. اقول اعتذر منك اني قلت تكذب، اعتذر جدا. تفضل، معك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني الأسعد الشرعي. تفضل. أسعد الشرعي، أنت تبرر التطبيع للملك محمد السادس وتقول أنه محمد السادس طبع مع إسرائيل لمصلحة المغرب، صح أو لا؟ كمل سؤالك. تكلم يا أسعد. كمل سؤالك يا أخي، كمل سؤالك. يا أخي، ومعظم بثوثك كل يوم بث على الجزائر وتشتم الجزائريين وتسميهم بالأحمرة، وموجود مقاطعك على اليوتيوب. لماذا كل هذا الكره للجزائر؟ علاش؟ وش درنا لك احنا يا أسعد؟ ماذا فعلنا لك يا أسعد؟ شكرا يا حبيب. كتم السبيكر حقك. اخت ام ياسر. لحظة خليني أقول للأخ هذا، أنا لا أمثل اليمنيين سواء قال إسماعيل ولا ما لم يقل، أنا أقولها أنا بلساني. أنا أمثل واحد اسمه أسعد الشرعي فقط. كلامي مردود علي وأنا مسؤول عن كلامي، حتى ابني لا يمثله كلامي، حتى أقرب الناس إلي لا يمثله كلامي. أنا أمثل نفسي، أفكاري ومواقفي محسوبة علي. لا أمثل يمنيين ولا أمثل أي شريحة من شرائح اليمنيين. أنا واحد طاير في الهواء، ما حدا لا علاقة بي خالص. أما التطبيع أنا لا أبرره، بل أحملكم المسؤولية أنتم. أحمل النظام الجزائري في دفع المغرب إلى التطبيع وإجباره على التطبيع بسبب التحرشات وبسبب سباق التسلح الذي أنتم فيه، وبسبب دعمكم لجبهات إرهابية كالبوليزاريو بغية تقسيم هذا البلد. أما الجزائريين ليس لدي مشكلة. أنا أصدقائي جزائريين ألتقي بهم في المسجد ونلتقي معهم، ولا عندي مشكلة إلا مع السفهاء منكم، السفهاء الذين غرروا عليكم وكذبوا عليكم أنني أسيء للشهداء. أنا ما عمري أسأت للشهداء. الذي يسيء للشهداء هو الجزائري الذي يجي يقول أمك أختك أمك ويسب، ثم يقول أنا جدي شهيد. هو هذا الذي يسويها الشهداء. أما أنا عمري ما شهدت. أنا قلت مرة إذا كثر هؤلاء الناس ستفقدون التسمية. أنتم لكم تسمية كبرنا عليها أنكم بلاد 1.5 مليون شهيد، بلد 1 مليون شهيد الجزائر. لكن إذا كثر السبابون وكثر هكذا لن يكون، وما تفقدون هذه التسمية. وأنا مرة ناقشناكم في عدد الشهداء، لم نسيء إليهم ولم نسيء إلى تضحيات أحد، بالعكس الشهداء مقدسين عندنا في كل مكان. كل الدنيا عندهم قدساء إلا أنتم، شهداء إلا أنتم. ما أدري ليش عاطينهم مثل العلكة، الشهداء 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 الشهداء. ناقشناكم في العدد فقط، قلنا لكم من قال لكم أنهم 1.5 مليون، ثم أن مرة تقولوا 1 مليون، ومرة 1.5 مليون، ومرة 6 مليون، ومرة 7 مليون، ومرة طلع واحد عندي قال 15 مليون. نحن نقول لكم على الأقل أنتم كجزائريين حددوا الرقم، ثبتوا الرقم. مو مرة تقول لي أنا بلد 1.5 مليون، ومرة تقول لي أنا بلد 1 مليون فقط. بس هذا الذي شككنا فيه، هي مسألة العدد. أما الشهداء ذاتهم لم نتطرق إليهم. وإذا أختم لك بهذا، إذا أنت غيور على الشهداء ابحثوا على جزائريين نضاف يدافعوا على الشهداء. لا تجي لي واحد يتكلم من مؤخرته سفيه يسب حتى الله ويسب حتى النبي ويسب الدين والملة ويسب الأم، ثم يقول لك أنا أدافع عن الشهداء وجدي شهيد. هذا الذي يسيء للشهداء حقيقة. وإذا أنتم غيورين شوفوا ناس جزائريين نضاف يعني يتكلموا باسم الشهداء ويقولوا أنهم أحفاد الشهداء. تحياتي لك أخي الجزائري. تفضل يا حبيب ابن الجزائر. منير تفضل. منيرة أخي تحياتي لك إسماعيل. مرحبا فيك حبيب.
الله يعطيك الصحة. لولا نسمع المرأة المغربية تقول لك ربي يرسل لنا أسعد باش يرد لنا الكرامة تاعنا، ونسمع الرجل المغربي يقول لك ربي يرسل لنا أسعد. خليني غير نكمل أسعد ما تقاطعنيش. الرجل المغربي يقول لك ربي يرسل لنا أسعد باش يرد لنا القيمة تاعنا يعني في العالم. نقول لهم أنا هذه تبين لك اليأس. المهم أنا نفوت هذه. يعني لو كان أسعد عنده تأثير لكان نفع به بلاده، يعني لو كان عنده تأثير كان ينفع به بلاده اليمن، ورانا شايفين يعني مانيش عارف شنو نقول لك. الحاجة الثانية، أسعد قبل ما يدخل للمغرب كان يسب المغرب والمغاربة والمالك، ومن بعد دخل كي يدخل كلا شوية بسطيلة عارف يحشم شوية. قال لهم ودي أنا نعتذر ما كنتش نعرف. قال لهم أنا نعتذر، قال لهم لأني ما كنتش نعرف في المغرب حتى دخلتها. حبيب عندك سؤال؟ حبيب عندك سؤال؟ أنا جايك. أنا حنسأل. والإنسان اللي ما يتعلمش من الخطأ تاعو، بما أنك مازال ما دخلتش للجزائر، من المفروض ما تسبش الجزائر حتى تعرفها من الداخل، وبما أنه ما دخلتهاش يعني قر كما تقول أنت قر حتى تدخل للجزائر. الحاجة الزوجة أنت يا راك شرعا في التطبيع للمالك تقول المالك مطبع، يعني رغما عنه الجزائر أرغمته، وبالنسبة لك أنه رئيس الحكومة هو اللي مطبع. أنت في رأيك رئيس الحكومة في المغرب يعمل بدون إذن تاع المالك؟ يعني رئيس الأركان تاع المغرب لما استضاف رئيس الأركان تاع الكيان هذاك كان الاستضافة بدون موافقة المالك. يعني هذا هو النفاق. أنا واش نقول لك يعني راك تذوق في الكاس. المهم المغاربة نفاقوا لك وراهم رجعوا للصواب تاعهم، وبدينا نشوفوا الدكاترة اللي كانوا يطلعوا عليك هما راهم يحاربوا فيك دروك. لهذا نقول لك من المفروض أنك تعتذر للجزائر وتنسحب وتخدم القضية تاعك. تحياتي لك اسماعيل. مرحبا فيك، حياك الله حبيب. تفضل. شوف طبعا هي مشكلة الذهنية الجزائرية وخصوصا المتكتكين، يعني كأنك تقلب حجر إلى الأعلى. يعني شوف إذا أنت قلبت حجر إلى الأسفل بسيط بتتدحرج وتنزل، كما يقال عندنا يا اسماعيل، تعرف هذا المثل لمن يقلب حجر مطلع، يعني يقلب لك حجر إلى أعلى من الأسفل إلى الأعلى. صعب أنه أنا الآن أفهم جزائري أو من جزائرية تيك توك، للأسف أنتم جايين. للأسف المتكتك الجزائري يستخدم كل أعضاء جسمه إلا عقله هذا ما يستخدمش. جاي حافظ كلام يرددوا نفس الكلام. والله شوف هذا الكلام وأكد لك بيطلع جزائري يردد نفس الكلام. يعني هذا الأسطوانة تخيل مثل هذا الكلام الذي قاله الأخ، والله إني رديت عليه من فوق، يعني كما أقول لك مئات المرات. أقول له بالنسبة للتطبيع، ما هو التطبيع مثلا؟ يعني مثلا شوف ما الفرق بين الملك محمد السادس وعبد المجيد تبون مثلا؟ هل الاعتراف بإسرائيل أليس تطبيعا؟ يعني أنا أعترف بدولة اسمها إسرائيل، خلاص أنت اعترفت بالدولة أصلا. النظام الجزائري ورئيسهم يعترفوا بالدولة أصلا، يعترفوا بدولة اسمها إسرائيل، يعني أنت معترف بالكيان أصلا. ما الفرق بينك أنه لم يتم توقيع؟ عادي ممكن يجروا تبون كذا يقول له الكفيل الفرنسي تعال طبع، بيطبع. ايش بك انت؟ يعني انت لا تفكر انه سيكون طارق بن زياد ولا صلاح الدين الايوبي عبد المجيد تبون سيرفض. لا بيجي يوقع على ويبصم باليدين والرجلين ويبصم بوجهه هكذا على التطبيع. النظام المغربي يعترف بدولة إسرائيل، النظام الجزائري يعترف بدولة إسرائيل. هذا على مستوى الحكومات. طيب على مستوى الشعوب أين أنتم؟ ألا تخجلون أنتم كجزائريون؟ الشعب المغربي يخرج كل يوم. الشعب المغربي خرج بمليونيات. أول شعب خرج بعد طوفان الأقصى وكان العالم لا يزال تحت تأثير الاندهاش والصدمة. كان في يا أخي بيطلع صوت إيش هذا يا أخي؟ ما هو اللي بيأتي هذا يا إسماعيل؟ بتلعب جيم ولا ما هو هذا؟ تطلع لي أشياء. الشعب ما أدري إيش بيرسلوه وما أدري إيش بيصلحوه، والله ما أنا عارف إيش هذا. معذرين منك، هذا واحد من الإخوة حقق الهدف. يا إخوان لا تكون ترسلوا ورود ولا ترسلوا شاحنة، حقق الهدف عشان الإزعاج.
أما التيك توك قبل شو اسمه هذا فيه هذا يسألوش عليه. أي. طيب قبل شو ياخذ يعني إذا ما استثنينا الأنظمة، النظام المغربي والنظام الجزائري، خلونا نتكلم عن الشعوب. أو قبل الشعوب، لا ينسى الجزائري أبدا، لا تنسوا أبدا أن غازكم يذهب إلى الكيان الصهيوني. لا تنسوا هذا، لا تنسوها. الطائرات التي تقصف غزة ربما تزود بغاز جزائري. عرفتوا؟ لا تصوروا أنفسكم أنكم أولئك الممانعون والمعادون والذي ممكن تحرروا الأقصى. ما في يا صاحبي. على مستوى الشعوب انفضحتم، انكشفتم مقارنة بالمغرب. لا مقارنة بالشعب المغربي الذي نظامه مطبع. أول شعب خرج في العالم، ما قد حد عدا الناس ما قد استوعبوش طوفان الأقصى، وكان الشعب المغربي من أوائل من خرجوا في كازا وفي طنجة وفي الرباط. رأينا طوفانات مغربية، طوفان الرباط وطوفان كازا وطوفان طنجة وطوافين. وآخر مرة قال لك 3 مليون متظاهر في الرباط. هل خرج الشعب الجزائري؟ هل رأيتم مظاهرة محترمة للشعب الجزائري تأييدا لفلسطين؟ إلى الآن ولا نفس. ويجي يتكلم لك على التطبيع. والله العظيم أن الشعب المغربي مرمطكم، أهانكم، قزمكم، فضح مسألة ظالمة أو مظلومة معه، فضح تغنيكم. ومع هذا دعوني هنا أنصفكم، وهذا الكلام أنا قلته من قبل. أنتم لم تخرجون للتظاهر كجزائريين ليس لأنكم لا تحبون فلسطين. أنا أدري أنكم تحبون فلسطين، وأن الجزائري لا يقول حبا لفلسطين مثل المغربي. لكن لماذا المغاربة خرجوا وأنتم لم تخرجون؟ اسمع يا أخي الجزائري، طبعا ولو أنه هذا الكلام كبير على عقلك أنك تفهمه، بس يلا نقوله لعل يكون فيكم رجل رشيد في اللايف ويفهمه. تعرفوا ليش أنتم قمعتم ولم تتركوا ولم تتركوا أن تخرجوا وتتظاهروا تنديدا لجرائم إسرائيل في غزة وتأييدا لطوفان الأقصى؟ لأن أنتم لستم متصالحون مع نظامكم. النظام العسكري يخاف من أي تجمع، النظام العسكري يخاف من أي مظاهرة ربما تخترق فتصبح مظاهرة ضد الغلاء، ضد الطوابير، ضد طوابير الحليب، ضد سرقة العدس. ربما تتظاهرون وتذهب إذا تجمعتم 2 مليون جزائري مثلا في العاصمة الجزائر. ما الذي يضمن لتبون أن هذه المظاهرة لا تخترق ويتم الذهاب بها إلى المرادية وكذا يأخذ تبون من راسه شنقريحة ويلا إلى برميل إلى مزبلة التاريخ؟ لأنه علاقة الشعب بالعسكر ليست سليمة، علاقة الشعب بالعسكر ليست صحية. بينما المغاربة عكس، القصر الملكي لا يخاف من الشعب المغربي، وخرجوا يؤددون بالتطبيع الذي أقره القصر ويقولون التطبيع خيانة. يعني تخيل أنه 3 مليون مغربي يتواجدون في عاصمة يقولون يا التطبيع الذي أقريتموه في الديوان الملكي خيانة. ولم يخاف الشعب المغربي، لا الشعب المغربي خاف من الملك أن يقمع، ولا الملك خاف من هذا الشعب أن يثور عليه ويأتي إلى القصر الجمهوري. تركهم والدرك. لو خرج 40 مليون مغربي لا يخشى القصر ولا يخشى الديوان الملكي من أن تنقلب هذه الأمور عليه، أو ربما يثورون عليه، أو ربما تتحول إلى طوفان غضب. لكن أنتم العسكر شنقريحة يخاف منكم أنتم كشعب جزائري، لأن العلاقة بين العسكر والشعب الجزائري ليست صحية. أعتقد هذا الكلام أنت إذا حاولت أن تفهمه فلتفهمه. لو كان في خير كان نفع بلده. أنا نفعت بلدي الحمد لله. وجدت رأي لمتابعين في اليمن. اليوم كنت في قناة المستقلة في مناظرة، وكل يوم أتحدث عن اليمن. مشكلتكم أنكم لا ترون. الحمد لله، ولو لم أكن مؤثرا، لماذا أنا المطلوب رقم 1 للحوثيين؟ ولماذا أنا دمي مباح عند البوليزاري والنسخة اليمنية في الجنوب؟ ولماذا السعوديون يبحثون عني؟ ولماذا الإماراتيون يبحثون عني؟ لماذا؟ لو لم أكن مؤثرا ولو لم أكن صاحب رأي داخل اليمن. أنتم لا تعلمون بدهاليز اليمن. اليأس أنه تقول أن المغاربة قالوا أنني أرجعت لهم كرامتهم مصانة. أنتم من تبحثون عن من يعيد لكم كرامتكم.
وخصوصا في اللايفات عندما يتم إفحامكم بطريقة مغربية مبهرة حقيقة. لم يقل لحظة يا أخي، في ميكروفون مفتوح. ولد العاصمة ولد العاصمة كتم يا ولد العاصمة. سد أي يعني لم يقل مغربي أسعد الشرعي جاء ليعيد لنا كرامتنا. الأخت قالت أسعد الشرعي كان سببا في إنصاف المرأة المغربية، يعني في إظهار أم حسن. نسيت أم حسن؟ هي هذه تقصد هذا. يعني أم حسن الذي اتضح أنه بوسبير كان إنتاجا جزائريا بحتا ولم يكن مغربيا، وتم تنزيه المرأة المغربية، كما سنكون مع المرأة الجزائرية أيضا إن شاء الله بكل ما أوتينا من قوة. إذا قذفت أو إذا تم التلميح عليها من أي مغربي لن نقبل، وهذا عهد نقطعه لكم كلكم أيها الجزائريين والحاضرين في اللايف. اللي بعده يا أخي. شكرا أستاذ أسعد. الرئيس تفضل يا رئيس. أستاذ إسماعيل. السلام عليكم أخي إسماعيل. السلام عليكم. حياك الله حبيبي. أنا عندي 4 نقاط إن شاء الله. برك أسعد يكون جوابه محدد وما تكونش فيه مراوغات. سمعت في المداخلات تاعو اللي قال الجزائر تدعم إيران. أنا نقول له كلمة واحدة: الحجة على من ادعى. الحجة على من ادعى. أعطينا الجزائر باش تدعم إيران ماديا، معنويا، لوجستيكيا. أعطينا حاجة نقدر نرتكزوا عليها. أنت قلت بعظمة لسانك أسعد أنك لا تمثل اليمن، أنت تمثل نفسك ولا حتى ابنك يمثلك. قلتها بعظمة لسانك. بالمقابل لماذا أنا لا لحظة خليني أعدل لك الفكرة. دقيقة لا مش مقاطعة. أعدل لك لفظ، إنه بصراحة عسر الفهم هذا مشكلة. أنا قلت حتى رأيي لا يلزم ابني، حتى أنا لا أمثل ابني في رأيي. فهم، حاول تفهم المسألة. أنا فاهمك. خليني برك نكمل لك السؤال. أنت اللي تستخدم كل عضلاتك إلا مخك. أنت قلت بعظمة لسانك: أنا لا أمثل رأيي لا يمثل اليمن ولا يمثل حتى ابني، رأيك. بالمقابل لما الجزائر يطلع عندك الجست ويصرى تلاسنات ويسبك، تنسبه وتحمل ذنبه إلى الشهداء. لماذا تحمل ذنبه للشهداء؟ بالمقابل أنت ما تمثل ولا شيء بالنسبة لابنك. بالمقابل تحمل الجزائري ذنبه تحمله للشهداء. هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية، المسألة في تشكيك للشهداء. أنا ما صفتي جزائري ما عنديش باش نبرر لك. المشكلة في الفهم نتاعك أنت. هنا نقصدوا 1.5 مليون شهيد في ال7 سنوات ونصف تاع الثورة، وتاخذ 7 ملايين و6 ملايين، هذيك في قرن ونص تاع 132 سنة من الاحتلال. هذه لازم تحطها حلقة في ودنك باش تستوعب 1.5 مليون تاع الثورة من سنة 1954 إلى 62. في مسألة التطبيع يا صاحبي، لا تستطيع أن تمسك العصا من النص. أنت تقول أنا نحب الملك وفي نفس الوقت تنبذ عليها تطبيع. لمعلوماتك أن المؤسسة الملكية هي اللي مطبعة في المغرب، وفيه 4 وزارات سيادية، حقائب سيادية. وش معناتها حقائب سيادية؟ معناتها تكون الأوامر تاعها مباشرة، ياخذوا الأوامر من الملك. واللي هي وزارة العدل والخارجية والدفاع ورئاسة الحكومة. هذه حقائب سيادية تابعة للملك. بين قوسين الملك هو اللي مطبع. إلى تطبيع خيانة الملك خائن. وقلت نقطة مهمة وأنا سجلتها عندي هنايا. قلت الرئيس الجزائري تبون لو يستدعيه ماكرون ويقول له طبع، يبصم بيديه ويبصم حتى بوجهه. هل عندك الشجاعة أسعد الشرعي وتقول محمد السادس لما ناداه ترامب بصم بيديه وبصم بوجهه؟ عندك الشجاعة تقولها مثل ما قلت على تبون تقولها على محمد السادس؟ لأن عارفك أنت حقي وتحب الحق وإنسان عادل كما تدعي.
هذه هي المداخله تاعي، وشكرا لك. يا ريت تجاوبني على اللي تنسب السب الشهداء، حاضر السب حاضر الجزائري تنسب حاضر الشهداء، وانت ما حاضر تنسبش افعالك لليمن. حاضر. مرحبا. أوكي إن شاء الله. إذا أنا سأجيبك، لكن عليك أن أولا أن تتهيأ يعني نفسيا وذهنيا، الله يرحم لك الوالدين، عشان أنا ما أريد أتعب نفسي وأعصر ذكري وفكري وأجمع لك الكلمات، وفي الأخير كأنها نفخة، صيحة في واد أو نفخة في رماد. صلي على رسول الله. الجزائر تدعم إيران، أنا قلت هذا الكلام، يطالبني بالدليل. طيب هل تستطيع أن تثبت العكس؟ قل لي أنت، إذا قلت لك أنت الآن، هل تستطيع أن تثبت أن ليس لك علاقات مع إيران؟ هل تستطيع أن تنفي أنك لحظة أنا أكلمك سياسة الآن، ما احناش في محكمة. أنت مفكرنا في محكمة طلاق ولا في محكمة ورث؟ المحكمة على من ادعى والبينة على من هرب. أنا أكلمك بمنظور سياسي. نحن نراقب أداء الدول. أنتم من المؤيدين لبشار الكلب، وهو ذراع إيراني قذر، وأنتم مؤيدون للحوثيين، وأنتم حليف استراتيجي في شمال أفريقيا لملال إيران. أنا قلت هذا الكلام، كذبني أنت، اثبت العكس، اثبت أن علاقاتكم ليست جيدة، اثبت أنكم تقاطعتم يوما، اثبت أنكم اختلفتوا يوما، اثبت أي حاجة. ما تستطيع أن تثبت العكس. وهكذا بالسياسة. أنا أكلمك، إذا أنا كذاب اطلع ادحض الكلام، هو تقول لي يأتيني بالبينة وعلى من ادعى وعلى من، هذا الكلام ما يأكل عيش. الشهداء كما أنني أطالب المغاربة بألا يستخدمون الملك بقدره الكبير عندهم مادة للنيل من الخصوم، أيضا أطالبكم أنتم كجزائريين ألا تستخدموا الشهداء للتحريض على الناس. عيب عليكم. أنا قلت لكم ما عندي مشكلة في الشهداء. قلت لكم أنا إسماعيل أصوات. أنا قلت لكم الشهداء الله يرحمهم، إذا كنتم تحبونهم لا تجعلونه عركة في أفواهكم، خلوهم راقدين. كل شهداء الدنيا راقدين إلا شهداءكم، كل شوية تنبشوهم، كل شوية تبعثوهم. شهداؤنا. قال لك الجزائر كلها للجنة وأفريقيا كلها للجنة، لأن الشهيد يشفع في 70,000 من أهله، فبالتالي إذا ضربنا 1.5 مليون فبالتالي الجزائر وأفريقيا وأوروبا كلهم بيدخلوا الجنة في حمى شهداء الجزائر. هذا استهتار، هذا سخرية، هذا عبط. هنا الإساءة للجزائر، هنا الخربطة، وفي وسائلكم الإعلامية. أما أنا قلت لك ما عندي مشكلة في الجزائر، أطالبكم فقط أن تثبتوا عدد الشهداء. هل فيها شيء يا أخوان الذي تسمعوني الآن في الله؟ فاسألكم بالله، هل هذه إساءة عندما أقول يا جماعة رسونا على بر؟ كم عدد شهدائكم؟ ثبت إجابة، ثبتوا. من عند تبوني لا عند واحد يعني يعمم في الدوائر الرسمية، في الكشوفات عندكم، في وزارة المجاهدين عندكم، انه يا جماعة يا عالم فضحتونا في عدد الشهداء، خربطتوا في عدد الشهداء. يعني حتى البلارج دخلتوه شهيد، حتى اللقلاق دخلتوه شهيد، حتى الشجرة المقدسة شهيدة والحجرة شهيدة. مالك انت؟ كل ما نطالبكم به انه ثبتوا. يا اخي يقول حتى 50 مليون شهيد، بس ثبت الرقم، ثبت يا أخي. وقف، لا تفتح الميكروفون، وقف. لا وقف. ما راح تعجبك الإجابة، ما راح تعجبك. لا ما سكت يا إسماعيل، سكت. وإذا فتح نزله أنا أرد عليك، ماني فاضي لك، معي غيرك. هذا الذي نقول لك لك حق الرد من الأستاذ بعد الأستاذ أسعد. عندي لك حق الرد. نقول لك ثبت الرقم يا صاحبي، ثبتها. فضحتوا الشهداء، والله لو يقوموا والله يلعنوكم كلهم، قسما بالله يلعنوكم، من عند تبون لا عند أصغر متكتك عندكم، يقول لك فضحتونا لا داخل المقبرة. فكل شهداء الدنيا راقدين مرتاحين، لا شهداءكم يعني قاعدين تخلوهم سلعة وأداة. أنت تسيء للشهداء ويلاحقني الجزائريين طحني مثل الثور الإسباني. إيش فيك يا صاحبي؟ تعرف إيش الذي حصل في ليفربول يا إسماعيل؟ وهذه من المضحكات المبكيات. واحد يشبهني كذا، صلعته تشبه صلعتي، من الرياشية. تعرف الرياشية أنت؟ الرياشية في نواحي محافظة البيضاء. يشبهني جاء مسكين لقيله من هذول الثيران الجزائريين 3 وانهالوا عليه ضرب، وهو يقول لهم يا جماعة ايش فيهم؟ يقولون الشهداء.
شهداء يا ابن القرانيق، ابن امك وكذا، سبها شو يقول اي شهداء يا عالم، ايش الموضوع، وهم يدقوا يقول الشهداء اي شهداء. وبعدها جاء واحد له وجهه قسما بالله من تحت راس الشهداء، حتى الشهداء حقكم حتى عندما ضربتوا واحد بالغلط. فنرجوكم حرروا موضوع الشهداء هذا. أما المؤسسة الملكية أنا لم أقل لك أنها ليست مطبعة، أنا قلت لك الملك محمد السادس أكره، والآن مطبع. نعم الملك محمد السادس مطبع، أنا ما قلت أنه ليس مطبع، لكنه مكره مضطر، ليس محبا كالسيسي، وليس منبطحا كمحمد بن زايد، وليس صهيونيا أكثر من محمد بن سلمان. هو اضطر نتيجة ظروف إقليمية وسباق تسلح بسبب جارة سوء الذي هو أنتم، مثلما أن لنا جارة سوء اسمها السعودية، المغاربة لهم جارة سوء اسمها الجزائر للأسف الشديد. وأنا أحترم الملك محمد السادس صراحة، أنا أحترمه على الصعيد الشخصي، أنا لا أحترم تبون بصراحة، أنا لا أحترم واحد مثل تبون، لا أحترمه لأنه ما له هيبة أصلا، ما عنده هيبة. لكن أنا لا أفرض عليكم هذا القناع عندما في اللايفات، أنا لا أجبركم على أنني أنا أكون محايدا في اللايفات، لكنني على الصعيد الشخصي تبونكم ليس له أي رئيس هذا يتكلم على الصباط والعدس واللوبيا، والله اللي أنا طالقه ماني حاكم، واللي أنا حاكم ماني طالقه، هذا لا يفرق عن شوشع في شيء يا صاحبي. ويش جاب لجاب يا أخي، ويش جاب تبون للملك محمد السادس من حيث الهيبة والكاريزما؟ الرجل محترم. انتم ما تعرفوش من هو ابو تبون. لو اقول لك الان اتحدى لما يفتح الميكروفون قل له يقول لك من هو ابو تبون. ابوه مباشره عبد المجيد من. احمد عبد المجيد من اين الحاج؟ والله والله قبل يومين كان عيسى، وقبل 4 ايام كان ابراهيم، وواحد قال موسى. ما اليوم سمعت انا انت فيليبين اخي ما تعرفوا، انتم ما تعرفوا حتى من هو. ما اليوم انا سمعت انت من الفلبين. يلا سير دق. ناف اسماعيل اللي بعده. لا عندي حبيب معك تعقيب على كلامك دقيقة، تفضل. دقيقة للتعقيب ماشي مشكل. الملك اللي انت تحترمه ابوه عنده نصب تذكاري، احنا فهمنا علاش تحترم الملك. عنده نصب تذكاري في تل ابيب، وعنده شارع في تل ابيب باسم باسم حسن الثاني، وعنده طوابع بريدية في تل ابيب باسم الحسن الثاني. أنا فهمنا علاش تحترمه. جواب على اللي قلت لك الناس اللي تطلع تسبك وتنسبهم للشهداء، هذا يبين على حقدك، الحقد اللي انت ربيته من 80 مليون اللي تقاضيتها اللي سمعنا، وما خفية أعظم. احنا سمعنا 80 مليون مغربية وما خفية أعظم. هذا هو سببك، هذا السبب الرئيسي علاش تهجم على الجزائر. لأن الجزائر لو تعلم يا حبيب أن المغرب شاركت في عاصفة اللي عملوها ضد اليمن، بما أن الجزائر رفضت المشاركة ورفضت الإيذاء بالشعب اليمني الشقيق. بالمقابل هنا أنت جيت تهجم على أغراض شخصية لك وتشكك على في الرئيس تبون، تقول اسم أب الرئيس تبون. أنا اليوم سمعت أنك أسعد شرعي أنت من الفلبين وثبت العكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، والله يعاونكم على العياشة. شكرا يا ريس. يا شباب لو تكرمتم تكبيس وشير. استاذ اسعد عندك تعليق ولا نخلي ولد العاصمة يعلق؟ لا انا عندي مثلا هذا الاكاذيب قلت لك كلهم حافظين بس مش فاهمين. سؤال